كل ما الحاجة دي كانت عقاب بالنسبة لك، كل ما عمرك ما هتكمل عليها. ببساطة شديدة، ما تتعاملش مع حياتك اللي انت عايزها على انها العقاب، وعلى حياتك اللي انت مش عايزها وبتحاول تبطلها على انها الاستراحة بتاعتك، او على انها الفرصة اللي انت فيها بترفه عن نفسك شوية بيها. الفكرة هنا ان اي حاجة انت عايز تعملها، لو عملتها بطريقة انا لازم اعملها لان هي صح، اصل بيقولك ان الاكل الصحي ده كويس ليك، اصل بيقولك ان انا اعرف اتعامل مع المواقف الصعبة، دي حاجة كويس ليك، اصل بيقولك ان انا ابقى عصبي، دي حاجة مش كويسة، اصل بيقولك ان التمرين كويس، اصل بيقولك ان انا احوش فلوس، دي حاجة كويسة، اصل بيقولك ان انا اتعلم عن الفلوس وازاي اتعامل معاها، دي حاجة كويسة. لكن انا مش عايز اعمل الحاجة دي لان انا بحبها او انا بستمتع بيها. طب هو انا ازاي استمتع بحاجة زي ان انا اكل كويس او ان انا اهتم بنفسي باي شكل كان؟ الفكرة هنا ان اي حاجة انت عايزها، عقلك بالنسبة لك لو فضل دايما جواك الفكرة بتاعت انا بعمل الحاجة دي لوقت معين. فكر كده في وقت معين انت كنت بتخس فيه او بتهتم بجسمك بشكل او باخر فيه، ودايما كنت حاسس ان اللي انت فيه ده مجرد وقت وهيعدي، مجرد عقاب صغير على اللي انت عملته قبل كده، وانت دلوقتي بتتعاقب عشان تبقى كويس، وبعد كده هنرجع تاني. فكر لو انت وصلت لمرحلة وانت وصلت لحاجة انت عايزها في الشكل ده، انت وصلت الجسم انت عايزه، وصلت الوزن انت عايزه ايا كان، وبعد كده اول ما خلصت ووصلت اللي انت عايزه رجعت من الاول تاني، رجعت لحياتك العادية بالنسبة لك، اللي هي بالنسبة لك هي الراحة، هي الحاجة اللي انت بتستناها، الحاجة اللي انت بتشتهيها دايما وبتبقى دايما بتفكر فيها. عمر ما الحاجة اللي انت عمال تبنيها دي، ايا كان بقى اكل صحي، قراية اكتر، تعليم اكتر، اهتمام بالنفس، ايا كان، مش فارقة المجال اللي انت مهتم بيه، الفكرة هنا ان انت دايما عقلك هيكون انا عايز ارجع هناك، مش مهم بقى هنقعد شهر شهرين، هنقعد سنة سنتين، بس انا هرجع هناك. نفس الحاجة بالعكس، لو انت قدرت ان انت تفكر ازاي تخلي الحاجة دي بالنسبة لك ممتعة، هتبقى بالنسبة لك هي الحاجة اللي انت بترجع لها، هي الحاجة اللي انت عايزها دايما، الحاجة اللي انت لو الروتين بتاعك باظ في وقت ما بسبب حاجة معينة، هي دي الحاجة اللي انت هترجع لها، مش الحاجة اللي انت هتبقى بتخاف منها او انت بتكرهها او انت بتعملها عشان يعني اوف لازم اعملها. زي الكتابة لو انت عملتها بطريقة ان هو ده تاسك عليك ولازم اعمله، ولازم ان انا اكون بكتب بطريقة معينة ومفيش اي نوع من الكرياتيفيتي في الموضوع، عندنا روبريك معين لازم نعمله ولازم نخلصه، واحدة واحدة هتبتدي تكره الموضوع، لانك هتبقى دايما متحجم بقواعد وقوانين انت مش قادر تعملها، او انت مش قادر تخرج عنها مع انك عايز تخرج عنها. ولكن في نفس الوقت لو انت قدرت ان انت تلاقي طريقة ان انت تكتب بطريقة انت حاببها، تكتب اي حاجة، تكتب حتى الفقرة الصغيرة اللي هتكتبها اللي ملهاش معنى دي هتساعدك في ان انت تحس ان الحاجة دي انت بتعملها من حب، مش من ان انا لازم اعملها، مش من ان انا عليا تاسك لازم اعمله، ان انت دايما بتحاول زي ما بيقولوا كده ترومانتسايز الموضوع، تحاول تحلي الموضوع. وحط المثال ده في اي حاجة، انت لو حاولت تحلي ان انت تتمرن، ان انت تاكل كويس، ان انت تبقى تتحسن في اي حاجة في حياتك، انك تهتم بشكلك، تهتم بنفسك، تهتم بثقافتك، تهتم بتعليمك، تهتم بفلوسك، ايا كان، هتحب الموضوع. انت عمرك ما هتكمل في حاجة انت كارهها. عشان كده ممكن تلاقي حد خد هواية عنده واشتغل بيها كرهها. ليه؟ لان هو ببساطة شديدة بقى بيعملها عشان لازم يعملها، بقى بيعملها عشان مرتب اخر الشهر، بقى بيعملها علشان يخلص التاسك، عشان يخلص التارجت اللي عليه في الشغل، ما بقاش بيعملها عشان هو بيحبها او علشان هو بيبدع فيها او عشان هو بيحاول يعمل حاجة جديدة فيها، لا. فبالتالي بقى بالنسبة له شغلانته هي هوايته، فهوايته بقت شغلانته، فالموضوع ما بقاش حلو. في نفس الوقت في ناس بتقدر انها تشتغل اللي هي هتحبه وتكمل في حبه وتكمل في نجاحها فيه. ليه؟ عشان دول عرفوا يخلوا الموضوع مقاسهم، عرفوا يخلوا الفكرة دي تكون بتاعتهم، عرفوا يخلوا الحاجة دي هم عايزينها، مش الحاجة دي هم لازم يعملوها. لو انت دايما بتعامل الحاجة على انها لازم اعملها، مش هتشتغل، مش هتكمل، هتقعد شوية. ممكن دايما بشوف ناس بتحاول مثلا تعمل ابسط الامثلة اللي دايما بنشوفها الدايت،
كلمة دايت اصلا ذات نفسها غلط، يعني ان انت تسميه از دايت هو غلط، لان هو مش دايت، هو لايف ستايل. انت عايز تخس، عايز جسمك يبقى حلو، عايز تهتم بشكلك اكتر، ده لايف ستايل. ده مش دايت، مش حاجة temporarily هتخلصها وترجع تاني، لا، دي حاجة انت لازم تخليها في عقلك سيستماتيك، ان انت انا دايما ده موجود في حياتي. انا واحد بهتم بصحتي وبهتم باكلي وباخد بالي من قد ايه في بروتين في الاكل وباخد بالي من الكالوريز وبنزل الجيم كل يوم. انا دي انا ده مش واحد انا بحاول اقلده، او دي مش حاجة انا عايزة اوصل لها واخلص، لا. دايما بنلاقي الناس اللي بتعمل دايت او عايزين يخسوا او عايزين يروحوا الجيم، انا اوصل بس للوزن ده واروح اقول لي بدايه كبيره او انا هقطع سكر، انا هقطع كاربز، انا مش هاكل اي مخبوزات خالص، انا بصي انا هقفل الدنيا، انا مش هاكل النهارده، والله العظيم ما انا واكل. اوكي، هتعملها يوم، هتعملها 2، هتعملها شهر، هتعملها شهرين، مش هتكمل. هتحاول تلاقي وصفات مختلفة، وهتحاول تبقى كرييتيف في الأكل بتاعك، وهتحاول تعمل حاجات عالية في البروتين بس نفس الوقت الكالوريز بتاعتها قليلة، بس نفس الوقت طعمها حلو. هتنجح معاك وهتفشل معاك مرة، هتبتدي تستمتع بالبروسيس. هتعامل الجيم على انه العقاب، والحاجة اللي انت بتروح تعملها وتقعد تشيل وتحط في وزن، تشيل وتحط في وزن، تشيل وتحط في وزن، وانت قرفان من نفسك ومش طايق ومستني تشوف اي حاجة، مش هتكمل. هتعامله على انه هو الوقت اللي انت بترتاح فيه في يومك، الوقت اللي انت بتحس بيه بنفسك في يومك، الوقت اللي انت بتبقى فرحان في يومك. هتروح كل يوم مستعجل تشوف العضله كبرت لسه ولا لا، هتقعد تعمل كده قدام المرايه، هتحبه وهتكمل فيه. هتقرا عشان انت لازم تقرا عشان القرايه مفيده، عشان هم قالوا لك كده، مش هتكمل. هتقرا علشان انت بتحب القرايه، وعشان انت بتحب تثقف نفسك، وعلشان انت بتحاول تقرا حاجات مختلفه، روايات، كتب، نوفلز، اي حاجه، ارتكلز، بيبرز، بوستات ناس بتنزلها، اراء مختلفه. هتحب القرايه، ما انت ممكن تكتب كمان. هتعمل حاجه عشان انت لازم تعملها، مش هتكمل. هتعمل حاجه علشان انت تقدر تعملها، هتكمل. والجمله دي لما سمعتها ما فهمتهاش اصلا في الاول، يعني لو انت كانت جمله مكتوبه بالانجلش، هي كانت كوت بالانجلش، كانت بتقول if you do it because you need to do it you're not gonna do it, but if you do it because you get to do it you're going to do it. ايه الفرق ما بين need و get طب ايه الفرق ما بين need وان انا عندي الحاجه دي، او اللي هو انا لازم اعمل الحاجه دي، وان انا I get to do it؟ الفرق هو ان انا I need to do it، انا لازم اعمل الحاجه دي، عشان هم بيقولوا ان هي كويسه، عشان عليا تاسك، عشان عايزه اخلص حاجه، عشان اوصل لجسم معين، عشان ارضي حاجه جوايا. بس I get to do it معناها ان انا عندي الفرصه ان انا اعملها، انا عندي الفرصه ان انا اقرا، انا عندي فرصه ان انا اتمرن، انا عندي فرصه ان انا اكتب، انا عندي فرصه ان انا افهم، انا عندي فرصه ان انا اكون احسن. فبالتالي هتلاقي نفسك عندك قدره اكبر على ان انت تمسك في الحاجه، وان انت تكمل في الحاجه، وان دي تبقى حاجه انت بتستناها، مش بتبعد عنها، ومجرد ما تخلص اللي انت عايزه whatever هو ايه تقوم تطلع تجري منها، بس كده. اتمنى تكون عجبكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتدخلوا على الانستجرام تعملوا لي فولو، وعلى التيك توك برضو، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.